مشروع قانون جديد حول الأحوال الشخصية أثار جدلا وقلقا لدى المصريين، تحديدا من لديهم نية للزواج قريبا. ففي إطار ما وصفه الرئيس المصري بالحرص على كيان الأسرة ودعمها، يشمل مشروع القانون صندوقا خاصا يموله المقبلون على الزواج حديثا. مواد عدة معلنة من مشروع القانون المثير للجدل توقف عندها المصريون، كتوثيق الطلاق الذي رفضه الأزهر سابقا، أي عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي. ثانيها وجوب أخذ المأذون لموافقة القاضي قبل إتمام عقد الزواج، والقاضي سيقرر بعد اطلاعه على فحوصات طبية للزوجين للنظر في سلامة المقبلين على الزواج وأهليتهم بدنيا وأيضا نفسيا. لكن وديعة الزواج إن صح التعبير كانت الأشد وقعا لدى الشباب المصري، لما تشكله من عبء مالي إضافي على الراغبين بالزواج، يضاف إلى مصاريف عقد القران. من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون قانون الأحوال الشخصية الجديد بالكامل خلال شهر قبل أن يتم تقديمه للبرلمان المصري.